صفحة 145 أو آخر آية في صفحة 144 لو في مصحف المدينة القديم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. في الصفحة اللي معنا النهاردة ربنا سبحانه وتعالى يرد على الآية السابقة التي قال فيها لسيدنا محمد مخاطبا الجن والإنس يوم القيامة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش يعذب حد أو ينزل عليه العذاب دون أن يرسل إليه رسولا يبلغه بآيات الله وبأحكام الله، وإيه اللي مفروض عليه عشان يعمله وإيه المحرم عليه عشان ما يعملهوش. علشان كده هنلاقي آية في القرآن بتقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأي حد ما وصلتهوش دعوة ربنا أو رسالة ربنا، ربنا لن ينزل عليه العذاب لا في الدنيا ولن يدخله العذاب في الآخرة. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. غافلون يعني ما يعرفوش حدود ربنا، ما يعرفوش أحكام ربنا، ما يعرفوش إيه الحلال عشان يعملوه ولا إيه الحرام علشان يجتنبوه. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما. لكل درجات، وده دايما بنقوله في حياتنا كلها، الناس كلها مش مستوى واحد عند ربنا سبحانه وتعالى. المؤمن حتى مش كل الناس في مستوى واحد في الإيمان، في ناس في الإسلام، في ناس في الإيمان، في ناس في الإحسان، في ناس في درجة معينة، في المنتصف، في الأول، في الآخر. كل واحد له مستوى، وآيات كتير: ولكل درجات مما عملوا هم درجات عند الله. ومن الآية دي بنستمد إن مراتب العطاء الإلهي. عشان كده لما جم العلماء يقولوا: وأنتوا ليه بتقسموا الناس لأولياء وصالحين وأقطاب ونجباء وأبدال؟ الكلمات دي ربما تكون تقيلة شوية. الإمام السيوطي كتبها في كتاب كبير اسمه الخبر الدال على وجود الأولياء والأقطاب والنجباء والأبدال. دول مراتب إيمانية ومراتب معرفية في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. فربنا بتعبر عن الآية دي: ولكل درجات مما عملوا. وفي آية تانية ربنا بيقول: هم درجات عند الله. بس ربنا هو اللي عارف كل واحد درجته فين بالظبط. يعني المكانة دي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عارفها. وما ربك بغافل عما يعملون، يعني ربنا سبحانه وتعالى مطلع على أعمال الإنسان سواء كانت ظاهرة. وآيات كثيرة من القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وآيات أخرى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فكل هذه الآيات تدل على إدراك الحق سبحانه وتعالى لتفاصيل الإنسان ومدارك علاقته بربنا. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. والآية دي من الآيات اللي بتخوفنا. ربنا غني غني وفي غناه سبحانه وتعالى ما يجعله يستغني عنا. وآيات كتير من القرآن بتؤكد هذا المعنى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. عشان كده دايما دعوة الصالحين: اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. ودايما نخاف من الاستبدال، وده أصعب ما يكون على الإنسان، لأن ربنا سبحانه وتعالى يسحبك من طريق طاعة أو من طريق هداية ويحط واحد غيرك، يسحبك من وقوف على سجادة وانت بتصلي وتظن انك انت اللي سبت العبادة. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى الذي حرمك هذا الوصل. وربك الغني ذو الرحمة، يا ربنا مش محتاج لكم في حاجة. بالظبط. بس في نفس الوقت رحيم بيكم. ذو الرحمة لأنه هو بيفضل يتحايل عليك. هو غني لكن محتاجك. هو يعني ما دام مش محتاجني، فالطبيعي ان انا لما اقول له خلاص انا مش جاي فيقول لي خلاص امشي. لكن هو من تمام رحمته انه يفضل يفتح لك باب والتاني والتالت والرابع والخامس. وبعدين لما ما يلاقيكش جايب الإحسان يقوم جايب لك الامتحان، يقوم يبتليك، يقوم يفكرك، يقوم يقول لك كذا، يقربك بأي طريق قرب. فمع قمة غناه ومع قمة عطائه وفيضه وفضله تجد الرحمة تتجدد مع هذا الغنى. طب إذا أنت ما أدركتش ده وما فهمتوش وما استوعبتوش، إن يشأ يذهبكم. ساعتها بقى يعني لو له إرادة إنه هو يمشيك من أول ألم فهيمشيك من أول، لكن إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء.
كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى ما أوجدكم من قبائل ومن أعراف، ومن تلاقي واحد أبوه كان مسيحي وهو بقى مسلم، وواحد أبوه كان مسلم وهو بقى مسيحي. بتتبدل هذه العطاءات وتتبدل أحوال العباد كما يعودوا إلى أصولهم. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إنما توعدون من الوقوف بين يدي الله والحساب والقيامة والجنة والنار، وكل واحد هيحاسب على ما يقدم وعلى ما يعمل. إنما توعدون، كانوا ما يوعدون به اللي هو إن احنا هنبعث يوم القيامة وهنتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى، واللي عمل حاجة خير هيشوفها واللي عمل حاجة شر هيشوفها. وما أنتم بمعجزين، يعني أنتم مش هتقدروا تعجزوا ربنا سبحانه وتعالى إنه يحيط بكم إدراكه أو يجمعكم يوم القيامة أو يبعثكم مرة ثانية. الموضوع ده جاي بالضبط. وما أنتم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. معنى اعملوا سيدنا ربنا بيقول لسيدنا النبي قول لهم اللي في الضلال يعني هات أقصى ما عندك، واللي في الكفر هات أقصى ما عندك، واللي في النفاق هات أقصى اعملوا على مكانتكم، يعني حقق أعلى مستوى تحول بينك وبين مراد الله فيك. ان ربنا مكانتكم دي بمعنى المكان اللي انت ربنا حطك فيه. يعني العمل اللي ربنا حطك فيه. ما هو اللي في الضلال ده عمل، تعملوا على المكان اللي يعني خليك واقف في اللي انت واقف فيه، وخليك في المكان اللي انت واقف فيه وحقه، لانه هو بيعتقد ان هو طول ما هو بيعمل في اتجاه معين هو بيعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، او ربنا مش هيقدر. عشان كده في الآية اللي قبلها وما انتم بمعجزين، يعني انتم مش هتعجزوا ربنا. طيب ما دام مش هتعجزوه، حقق اللي انت عايزه وقف على اعلى مستوى من المستويات، اعلى ما في لك اركبه يعني. بالظبط كده. اني عامل، يعني انا برضه هعمل على مكانتي. هو سيدنا النبي ربنا أقامه فين؟ أقامه في مراتب الرسالة والهداية، إنه يساعد الناس وياخد بإيدهم ويفهم اللي مش فاهم، ويساعد الجاهل يعلمه، والمحتاج ياخد بإيده، والمسكين يعاونه. قال لهم أنتوا بتعملوا في الشر وأنا بعمل في الخير، أنتوا بتعملوا في الضلال وأنا بعمل في الهداية. أنتوا اعملوا وأنا هعمل. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدهر. يعني في الآخر كل واحد فينا هيشوف، زي ما احنا بنقول ايه، الماتش النهائي يفصل. فخلينا في الاخر نشوف كل واحد فينا هيوصلوا لايه بالظبط. انتوا هتوصلوا لفين بعملكم وانا هوصل لفين بعملي. من تكون له عاقبة الدار، يعني خاتمة. العاقبة هي الخاتمة، والدار هنا اللي هي الآخرة، المرجع. في الآخرة بقى مين اللي هيبقى له الايه؟ من سيكون له التأييد بين يدي الله. إنه لا يفلح الظالمون، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يفلح الظالمون. اتهمهم من الظلم لأنهم ظلموا أنفسهم أول شيء، وبعدين ظلموا المنهج اللي انتسبوا إليه والناس اللي بياخدوهم من الهداية للضلال، ومن قرب ربنا للبعد في عبادة الأصنام. وجعلوا لله مما ذرأ. طبعا بدأ ربنا سبحانه وتعالى يعدد بعض يعني آفات المشركين، لأن السورة مكية. هو بدأ يعدد بقى، قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. ذرأ يعني إيه؟ خلق، يعني يبقى هو الخالق وتقوم أنت تتدخل. دايما لما الخالق يخلق يبقى الخالق اللي يحكم. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق زرع، فيقول لك الزرع ده نصيب ربنا في كذا. ربنا خلق الدواب والأنعام، يقول لك ده ينفع تاكل منه وده ما ينفعش تاكل منه. صاحب الحاجة هو اللي بيحكم بالظبط، لأنه هو الخالق وهو عارف إيه اللي ينفعك وإيه اللي ما ينفعكش. لكن إنك تخش أنت وجعلوا لله مما ذرأ، مما ذرأ الله، يعني مما خلق الله سبحانه وتعالى، هم اللي بيتدخلوا يحللوا ويحرموا على مزاجهم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. الحرث اللي هي الزرع، تمام، والأنعام اللي هي الماشية، الجمال والبقر والغنم والماعز، دي الأنعام. نصيبا يعني جزء ربنا سبحانه وتعالى. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فقالوا إيه؟ إحنا الزرع ده هنقسمه، جزء لينا اللي إحنا هناكل ونشرب منه، وجزء هنطلعه لله. المقصود به هنا مش ربنا سبحانه وتعالى باعتبار الحكم أو التشريع،
وإنما للفقراء والمساكين من قومهم. فقالوا ده لله، ولشركائنا للأصنام، الأوثان اللي هم بيعبدوها. فهم أولا مشركين، ثانيا بيحكموا في مال الله بحكمهم هم. وبعدين قاموا عاملين طمة تانية بقى، قالوا إيه؟ فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. وهنا المفسرين قالوا إيه؟ قالوا يعني يجيبوا أجود شيء ويقولوا ده لشركائنا. يعني ايه هيدوها للاصنام؟ يعني ايه بيوقفوها للخدم اللي بيخدموا الاصنام والبشر والبني ادمين اللي قاعدين يخدموا اماكنهم وينظفوها يعني مش للصنم نفسه. يعني هو مش هيأكل الصنم، لكن هو بيبقى كل صنم بيبقى حواليه مجموعة من الناس. المجموعة دي بتبقى واقفة حياتها على خدمة الصنم ده. زي ما احنا بنقول في ناس بتوقف عمرها لخدمة المسجد. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلمه، إني قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. السيدة مريم لما نذرتها أمها لخدمة بيت المقدس. فده طبيعي في الدين، لكن هم كذلك بقوا يعملوا كده في الشرائع التانية. فبقى يقول لك أنا ابني ده هيبقى لخدمة اللات، ابني ده، وتتعدد بقى الاشخاص. فتلاقي كل مثلا صنم حواليه مثلا 100 واحد او 200 واحد. ال100 او ال200 دول بياكلوا منين؟ بياكلوا من الوقف ده. فهم طلعوا جزء من حاجتهم، بس طلعوا ايه بقى؟ اجود حاجة بقوا يطلعوها للاصنام. واسوأ حاجة، اردأ حاجة بقى يطلعوها للفقراء والمساكين. اللي هي عشان كده فما كان ايه؟ فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله. اللي هم هيذبحوه علشان باسم الذبح أو الغرس اللي هو الزرع نفسه. سواء بقى أي حبوب أو تمر أو بلح أو أي شيء. فيجي يطلع الحاجة للأصنام، يطلع من أجود شيء، ويجي يطلع لربنا سبحانه وتعالى اللي هم الفقراء والمساكين اللي هياكلوه، يطلع من أردأ شيء. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. طيب لو بتاع الأصنام نفذ، يعني اللي هم كانوا موقفينه للأصنام، وبتاع الفقراء والمساكين لسه موجود، يقوموا واخدين من بتاع ربنا يدوه لمين؟ يدوه للأصنام. طب لو بتاع ربنا نفذ وبتاع الأصنام لسه موجود، ما ياخدوش من حاجة الأصنام يدوها للفقراء والمساكين. يبقى ده ما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. انا كنت فاهم على طول انها في الثواب، او لا ان ده ربنا مش هيتقبله منهم حتى هم عاملينه لله، خلاص ده بتاع شركائكم. لا، ده هم وقفوا نوع من الحرث ونوع من الأنعام ومن زروعهم وثمارهم للأصنام، ونوع للفقراء والمساكين. فإذا بتاع ربنا خلص ما ياخدوش من بتاع الأصنام يدور ربنا. وإذا بتاع الأصنام خلص يقوموا واخدين حاجة ربنا مدينها للأصنام. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. فربنا قال ساء ما يحكمون. ساء يعني قبح، يعني ده أقبح شيء بتعمله، إنك بتاخد حاجة بتاعت واحد فقير ومحتاج تديها لواحد قاعد بيخدم صنم لا ينفع ولا يضر، والصنم ده الناس بتعبده من دون الله. فساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين، وكذلك زين بيعد من جرائمهم بقى التانية ان هم كانوا بيقتلوا البنات. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، يعني زين شركاؤهم لهم أن يقتلوا أولادهم. وكذلك زين لكثير من المشركين، لأنه كانوا يئدوا البنات وهم أحياء، والقرآن تحدث عن ذلك في أكثر من آية. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فشركاؤهم من الشياطين يجوز، شركاؤهم من الإنس اللي في حالة الغواية والضلال، اللي بقى يقول له البنت دي سبيل عار، والبنت دي سبيل خراب، والبنت دي سبيل فساد، فبقوا يقتلوا بناتهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، يعني شركاؤهم هم الذين زينوا لهم ذلك. قالوا له بنتك دي ما ينفعش تعيش، يردوهم يعني يموتوهم عشان يموتوا البنات، وليلبسوا عليهم دينهم،
يلبسهم عشان يخلطوا عليهم الحق بالباطل. شركائهم هنا ديت اللي هو الأصنام ولا ديت يجوز ان هي تبقى الشياطين، ويجوز ان هي تبقى البني ادمين اللي مقتنعين بالفكرة دي، مش الصنم، لانه الصنم مش هيزين. وانما اللي هيزين يا بني ادم ضل وغاوى وقتل بنته وقال لي انت تسيب بنتك ليه، ده بنتك دي هتبقى سبيل عار عليك موتها. ويجوز الشيطان نفسه، لانه هو الشيطان شريك له في الضلال، فالشيطان هو الذي سول له ذلك. ليردوهم يعني ليقتلوهم او ليميتوهم، وليلبسوا عليهم دينهم. ليلبسوا عليهم دينهم يعني يلخبطوهم في التوجه المعرفي، في معرفتهم بربنا سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما فعلوه، يعني ربنا سبحانه وتعالى لو أنه سبقت في إرادته أن يمنعهم من ذلك لمنعهم، لكن ربنا لما لقى قلوبهم مهيئة للضلال ومهيئة للغواية سابهم يمشوا في طريق الضلال وفي طريق الغواية. فذرهم وما يفترون، يعني اتركهم يا محمد وما يفترون، يعني ما يكذبون على الله وما يكذبون على أنفسهم حينما يقتلون أولادهم. والله أعلى وأعلم بمراده، والحمد لله رب العالمين.